اليوم إحنا مجموعين في واحد ان ايفينمون واحد ريسبونسابل مسؤول اللي تيتكلم على استعمال الشاشات واستعمال مواقع التواصل عند المراهقين. تنضيف المراهقين حقاش الأطفال نورمالمون ما تيستعملوش مواقع التواصل حقاش سا بارتير دو 13 ans. هاد ليفينمون اللي دايرينو تيك توك مسؤول جدا حقاش تيدخل في لا سوسيتي سيفيل، تيدخل لو ريزو سوسيال في تيولي ريسبونسابل من على الصحة النفسية والصحة العضوية ديال المراهقين ديالنا ولي جون لي موان جون. Alors, اليوم لو فات دافوار رامني دي زيكسبير باش نتكلموا لور دو تابل روند على لي ريكومونداسيون على الصحة النفسية والعقلية واضطرابات الأكل، اضطرابات النوم، اضطرابات اللي تيقدروا يكونوا مع لو ريزو سوسيال، غادي يخلينا كيفاش نحدوا من المخاطر اللي حنا تنتكلموا عليهم بزاف ونهضروا على الايجابيات وكيف نستعمل المواقع التواصل بواحد الشكل اللي هو ايجابي ويكون ان كونتوني اللي هو بوزيتيف للمراهق ولا من غير المراهق، وكيفاش نقدروا نديروا تحسيس ولا بسيكو ايدوكاسيون ديال لي بارون باش يقدروا يعاونوا الاطفال ديالهم باش ما يطيحوش في هذيك الهشاشه ديال مشاكل الشاشات اللي هي تتكون كثيره فاش ما تيكونوش دوطخ سونتر دانتيغي من غير لو سمارت فون ولا الشاشه اللي تكونوا شادين قدامهم. هدف هيدي الندوة هو أول شيء خلق مساحة للحوار، لأنه بس بدنا نبلش نحكي نحن عن الصحة النفسية أول شيء بده يكون في مساحة آمنة لنقدر نجيب كل الأطراف المعنيين، نقدر نبلش نحكي بهذا الموضوع اللي كتير مهم بس كتير حساس بطريقة مع الخبراء، بطريقة صحية، بطريقة سليمة، وبطريقة الناس ما يحسوا حالهم هن حدا عم ينحكم عليهم، ولا نقدر نوصل لحلول كلنا مع بعض. لأنه بس نبلش نحكي عن الصحة النفسية نحن عم نحكي عن شيء بيتطلب أطراف كتير، مش بس شخص واحد، مش بس منصة واحدة. مين هن هول الأطراف اللي عم نحكي عنهم؟ عم نحكي نحن عن خبراء، أخصائيين نفسيين، منظمات غير حكومية، أشخاص عندهم خبرات، أشخاص ممكن يحكوا بهالأمور، يمكن صانعي محتوى هن بيحكوا بهالأمور يلي حساسة بس بطريقة كتير سنسيتيف وماتشور وواعية، ونحن هول بنشتغل معهم، وأكيد مع المنصات يلي هن ممكن نحن نكون منصة الناس عم تلجأ لها لتحكي عن هذه المواضيع المهمة. إذا بدي أختصر هدف هذا الموضوع هو خلق هيدي مساحة آمنة لنبلش الحوار عن الصحة النفسية. Et donc sur le comportement et avoir une influence donc sur le sommeil et pas seulement.